نعود إلى السؤال الأساسي: هل نثق في العملات الرقمية رغم تقلباتها أم نتمسك بالذهب رغم بطء نموه؟ الحقيقة أن العالم يتغير بسرعة، وما كان يعتبر ثابتاً في الماضي قد لا يكون آمناً في الحاضر. خذ العملات الرقمية على سبيل المثال. البيتكوين بدأ كأداة للتمرد على النظام المالي التقليدي، ثم أصبح اليوم أداة استثمار يتداولها الأفراد والبنوك على حد سواء. ولكن هل هذا يعني أنها أصبحت آمنة؟ ليس بعد. في المقابل، الذهب ظل محتفظاً بقيمته عبر العصور. منذ آلاف السنين وحتى اليوم ظل الذهب رمزاً للقوة والثبات. ولكن من يشتري الذهب اليوم؟ غالباً من يبحث عن أمان طويل الأمد، لا عن أرباح سريعة. ثم هناك عامل ثالث لا ينتبه إليه كثيرون: الوعي المالي. الفكرة ليست فقط في أين تضع أموالك، بل في كيف تفكر بأموالك. هل تصرف كل دخلك؟ هل تدخر دون خطة؟ هل تستثمر دون فهم؟ إذا لم يكن لديك وعي مالي، لن تنفعك لا عملات رقمية ولا ذهب ولا حتى الدولار نفسه. والأهم من كل ذلك أن تفهم أن الاستثمار رحلة وليس سباقاً قصيراً. راقب، تعلم، اسأل، ولا تخجل من البدء بخطوات صغيرة. كل ثروة عظيمة بدأت بقرار بسيط. فكر جيداً: هل ستكون ممن يتحكم في أمواله أم ممن تتحكم فيهم الظروف؟ وفي الختام، إن أعجبك هذا الطرح، لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع من يهتم بمستقبله المالي. واكتب لنا في التعليقات: ما هو برأيك الاستثمار الأفضل اليوم؟ الذهب، العملات الرقمية، أم شيء آخر؟